مين يقدمها لأبنائه؟ يا جماعة معلش، هو يعني مين عندك أغلى من أبنائك عشان تبخل عليه بالوصية؟ وبعدين معلش خلينا في العصر الجاهلي. أشهر وصيتين في العصر الجاهلي كله وصية أب لابنه وهو ذو الإصبع العدواني لابن مسيد، ووصية أم لابنتها، والأم كانت اسمها أمامة بنت الحارث الشيباني، وهي بتوصي ابنتها يوم عرسها اللي كانت اسمها أمامة، اللي كانت اسمها أمياس. البنت اسمها أمياس، وفي ليلة عرسها تم توصيتها. وده اللي احنا خدناه في سنة أولى، لأن الوصايا دي عدت عليك كمان السنة اللي فاتت، تمام؟ يعني معنى ذلك إن الوصايا، بعض الناس بتقول لك غلب على الوصايا أن تقدم عند حلول الموت. هذا يحدث أحيان كثير. يعني مثلا في ناس كتير ما بتجيش توصي، تمام، إلا عند قرب الأجل. عليكم السلام.